تعال اقول لك بقى ازاي بتوع الريل استيت انفستور بيلعبوا اللعبه دي. بيعملوا حاجه اسمها فيكس اند فليب. ناس كتير عارفاها، بس في ناس كتير اكتر واكتر مش عارفاها. بس المعلومه دي ايه؟ مستخبيه شويه. ايه اللي بيحصل؟ بيشوفوا بيت متدغدغ وعاوزين يشتروه. يجي يقول لك اشتريه منين؟ مفيش لندر او مفيش بنك يقول لك اشتريه. لا، في بقى بنوك او اشخاص بيعملوا حاجه اسمها هارد ماني لون. يقول لك انا هشتري لك البيت دوت، بس لازم يكون برضو معاك 20-30% من الداون بيمنت، مش هيدولك كده وخلاص. وبيدي لك برضو لون تاني برضو عشان يتصلح البيت. يعني هيدي لك فلوس عشان تشتري البيت، وهيدي لك فلوس عشان التصليح. بس لازم يكون بقى البيت ايه؟ بعد التصليح والتوضيب وكل حاجة جايب همه. يعني ايه يا جورج؟ معلش كده ايه بصراحة، يعني البيت اشتريتوه ب100 وهنصلحه ب100 تانية، ادي كده 200,000. بس البيت بعد ما يخلص ويتشطب وكل حاجة بقى ب400. فهو يقول لك خلاص لا ده جود ديل. فانت لازم تلاقي فيري جود ديل علشان تاخد الموضوع ده. طيب الشروط ايه؟ لازم يكون معاك كريدت سكور كويس، زائد ال 20-30% الداون بيمنت. لازم يكون برضو معاك سيولة عشان تقدر تعمل الحكاية دي، عشان التصليحات والتوضيبات الواحد بيجي لك يعمل استيميت. ما تقدرش تقول اللي انت ايه، لازم يكون معاك فلوس زيادة عشان التصليحات تكمل. ليه بقى؟ عيب اللون ده ايه؟ اللي هو 12 شهر. لازم تخلص البروجكت ده في 12 شهر. وانت عارف بقى اما انت بتيجي تفتح في حاجة تلاقي ايه حاجات كده غريبة، فانت لازم تصلحها بسرعة. هل الموضوع ده ينفع لكل الناس؟ مش لكل الناس. لو واحد عقليته عاوز يعمل يصلح ويوطب ويبيع، دي الفكرة. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو عاوز نتكلم مع بعض خش على gmbrokerage.com وهتلاقي زوم لينك وتحجز ميعاد ونتكلم مع بعض براحتنا.